يعني ألماني؟ أنا أتعلم لغة صعبة محدش بيكلمها غير في ألمانيا؟ طب ليه مش إنجليزي وخلاص؟ اسمعني بس، اللغة دي ممكن تفتح حرفيا باب سفر في شغل او تعليم ببلاش وفلوس بلا عبيط تجيلك لحد عندك وانت قاعد في بيتك، وممكن في سنة واحدة بس تبقى شخص تاني او تعيش حياة مختلفة تماما. بس لو انت بتتعلم او معاك الماني، خليك معانا عشان النهارده هنتكلم عن 7 وصايا او 7 اسباب هيخلوك تندم انك مش بتتعلم دلوقتي الماني. جاهز؟ يلا بينا. قبل اي حاجه بس، لو انت بتتعلم دلوقتي الماني، عندك مشكله في اللغه، عندك سؤال في اي حاجه، عايز خطه تناسب مستواك تكمل ان شاء الله لحد ما توصل لمستوى سي اي، ممكن تحجز دلوقتي معايا استشاره خاصه لمده 40 دقيقه تقريبا. هنتكلم ان شاء الله مع بعض، هنظبط كل حاجه مع بعض. هنديك خطه برضو ان شاء الله انك تكمل بيها لحد ما توصل ان شاء الله لمستوى السي. هتلاقي الرابط ان شاء الله بتاع الوصف او بتاع الفورم تحت في التعليقات او في اول تعليق مثبت او في الوصف بتاع الفيديو. املاها ان شاء الله، وبعدها اكلمك ان شاء الله على طول عشان نبدا ان احنا نتكلم مع بعض او نخش في الميعاد مع بعض على برنامج زوم. اول سبب يخليك تعلم الماني هو طبعا خليك عارف ان المانيا واحده من اكبر دول في العالم الاقتصاديه، ومع ذلك عندها نقص كبير جدا جدا هناك في العماله، لان هناك للاسف يعني نسبه كبار السن بتكون عاليه جدا. ومع ذلك برضو عندك نسبة يعني للأسف قليلة جدا في العمالة زي التمريض، الرعاية الصحية والكهرباء والميكانيكا والكلام ده كله. فأنت لو معاك ألماني، فرصتك هناك في السفر وفي الدراسة أو الشغل هتبقى عالية جدا جدا أكتر هناك من أي حد بيقدم أو بيسافر غيرك أنت. فحرفيا لو أنت معاك دلوقتي اللغة الألمانية، ممكن مثلا إنك تعمل أوس بيلدونج، أو مثلا تسافر زي التشاسن كات اللي هي فيس البحث عن عمل. عندك فرص فظيعة والله العظيم لو أنت معاك الألماني. فركز وتعلم ألماني. تاني سبب يخليك تتعلم ألماني وهو التعليم المجاني والجودة العالية في ألمانيا. تخيل تكون بتدرس في جامعة عالمية زي تو برلين أو هايدلبرج، بس لازم تكون بتتكلم ألماني على الأقل سي اينس أو بيتس فاي. وعلى فكرة اللغة هنا مش رفاهية، دي بوابة للتعليم المجاني أو التعليم يعني الجودة العالية جدا في ألمانيا. فحرفيا لو أنت بتتعلم أو معاك دلوقتي ألماني أو بتتعلم ألماني، ففرصتك كبيرة جدا إنك تدرس في أكبر الجامعات في العالم كله طبعا في ألمانيا، وأكبرها جودة في العالم. تالت سبب يخليك تتعلم ألماني وهو السفر أو الحرية الكاملة داخل أوروبا. تخيل لو أنت دلوقتي عايش في ألمانيا، فحرفيا إنك تعرف تسافر أي دولة في أوروبا من غير أي تأشيرة خالص. وعلى فكرة برضه في دول كتيرة جدا جدا بتتكلم ألماني غير ألمانيا. عندك طبعا ألمانيا، النمسا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ وليشنشتاين. فحرفيا يا جماعة دول كتير جدا بتتكلم ألماني غير ألمانيا. فأنت عندك فرصة كبيرة جدا لو أنت عايش في ألمانيا إنك تعرف تسافر دول كبيرة جدا في أوروبا من غير أي فيزا خالص، بس لو أنت بتتعلم ومعاك أو عايش في ألمانيا. الرابع سبب هو المنح الدراسية. حرفيا عندك كمية منح في ألمانيا محترمة جدا، بس لازم تكون بتتعلم ألماني أو بتتكلم ألماني. عندك مثلا منحة، أي منحة من منحة الداد أو مثلا اس بي دبليو برلين، بس لازم تكون بتتكلم ألماني. وللأسف ناس كتيرة جدا يا جماعة مش بتقدم عليها عشان بس مش معاها ألماني. وعلى فكرة في هناك منح برضو كبيرة جدا شاملة كل حاجة عن الدراسة في ألمانيا، شاملة السكن، الدراسة، مصروفك، وكمان برضو هناك بيدوك مصروف في ألمانيا بس لو أنت بتتعلم ألماني وتقدم على المنح دي. عارفين دي بقى أفضل حاجة، إنك ممكن مثلا أي حد عايز يدرس في أوروبا ولا حاجة ببلاش. يا جماعة برضو عارفين الدراسة في أوروبا مش رخيصة جدا، تمام؟ اللي طبعا لو انت معاك منحة زي مثلا من منحة الداد او من اس بي برلين، فحرفيا هتوفر عليك فلوس كتيرة جدا جدا، بس لازم لو انت بتتكلم ومعاك الماني، الماني محترم يعني عامة، تمام؟ خامس سبب وهو انك تشتغل هنا في مصر حتى كول سنتر او في دولتك. يعني حتى اصلا لو انت اتعلمت الماني وبقيت معاك مستوى كويس جدا وانت مش عايز انك تسافر حتى في المانيا ولا اي حاجه، ممكن تشتغل حرفيا كول سنتر هنا من بلدك بمرتبات يا جماعه حرفيا يعني بتفوق الخيال بتاعك والله العظيم. بس لو انت معاك الماني والماني كويس كمان، فانت حتى لو اتعلمت الماني وما سافرتش المانيا، ما تفكرش انك كده هتقف خالص، لا طبعا اوعى. حرفيا في كميه فرص ويا جماعه بجد يعني شغل في مثلا في البلاد العربيه او في اي حته في العالم كله ككول سنتر الماني، او ممكن حتى انك تدي دروس اونلاين، او ممكن حتى تشتغل مع اي شركه فريلانسر على النت وتقبض بالدولار وانت قاعد في بيتك. فمش هتندم انك اتعلمت الماني. سادس السبب وهو ان اللغة قوية جدا وللأسف مش كله بيتكلمها. يعني انت مثلا عندك عليها المنافسة قليلة جدا، والناس اللي بتتكلمها مش كتير برضو طبعا، بالعكس الانجليزي. الانجليزي دلوقتي حرفيا بقت ناس كتيرة جدا حرفيا يعني العالم كله بيتكلم انجليزي، فللاسف بتلاقي المنافسة عليه عالية جدا جدا. ولو مثلا انت عايز شغل ولا حاجة بالانجليزي، لازم تكون بتتكلم انجليزي بمستوى عالي جدا فوق السي 1 كمان. لكن بقى في ناحيه الالماني لا طبعا خالص، اللغه قويه جدا ومش كل بيتعلمها. فلو انت دلوقتي معاك او بتتكلم الماني، فانت حرفيا معاك في السوق فرصتك هتبقى عاليه جدا جدا، لان المنافسه عليها مش كتير. وعلى فكره مؤخرا بقت المنافسه عليها برضو ايه الى حد ما بتزيد شويه.
فالحق اتعلم الماني عشان طبعا يكون عندك سعر في السوق كويس جدا، ويكون عندك برضه او تلحق انك تخش حتى المنافسه وهي مش عاليه قوي زي الانجليزي دلوقتي. سابع سبب وهو هتتغير كشخص. تعلم لغة جديدة بيغير طريقة تفكيرنا ويوسع برضو الأفق بتاعنا. انت معاك أي لغة تانية غير العربي أو أي لغة تانية عامة برضو زي الإنجليزي أو ألماني، انت مثلا على الأقل هتفكر بكذا طريقة. بدل مثلا ما تفكر بالعربي بس، هتفكر بألماني، إنجليزي وعربي كمان برضو، 3 لغات، انت متخيل؟ فهيخليك مختلف عن غير أي حد خالص حواليك. وبرضه عشان تكون عارف الالماني بقى بالذات هيخليك دقيق ومنظم، وبتفكر بطريقه اعمق جدا في شغلك برضه. ليه؟ لان اللغه مش سهل، لغه عميقه وعايزه تفكير عميق برضه زيها. فعارفين هيتطور معاك التفكير جدا جدا لو بتتكلم الماني كويس. اخر حاجه الخلاصه، لو كنت مستني اشاره انك تبدا تتعلم الماني، فالاشاره جات لك مني دلوقتي اهي. ابدأ حتى ولو كل يوم 10 دقايق بس، وخليك عارف متيقن يا صاحبي ان حرفيا دي لغة ممكن تكون بوابتك لحياة مختلفة تماما والله العظيم. بس ابدأ، استمر، اهم حاجة استمر، حط خطة وهدف واقعي. يعني مثلا اسف انا حتى معظم الناس اللي بتخش انها تتعلم اي لغة او بالتحديد الماني بتخش بطريقة عشوائية تماما، بتتعلم اي حاجة. لا، غلط جدا. اهم حاجه حط خطه وحط هدف واقعي. هدف واقعي مثلا ان انت عايز توصل لمستوى بيتس فاي او تسي اينز في وقت مثلا لمده سنه ولا حاجه، ده هدف واقعي. رقم 2 خطه يمكن تنفيذها او خطه واقعيه برضو، انك مثلا كل يوم هتعمل كذا وكذا وكذا لمده كذا وكذا وكذا، دي خطه واقعيه. واهم حاجه بس استمر، لان للاسف مش الكل بيستمر. وخليك عارف ان كلمه السر استمر. والله يا جماعه انت حرفيا لو انت ماشي وكل يوم بتتعلم حتى لو 10 دقايق بس، هتوصل باذن الله، لان السعي المستمر هو حتميه الوصول. فان شاء الله هتوصل، بس اهم حاجه استمر. ولو محتاج اي حاجه عامه في الالماني، تريكات، اي حاجه، شرح اي حاجه، هتلاقيها عندي ان شاء الله في القناه. اهم حاجه بس لو استفدت حاجه يا ريت تعمل لي لايك واشترك في القناه، اللي جاي جامد جدا جدا باذن الله. بكون استفدنا. بس ونكسب مع